ازيكم؟ ورجعنا لكم تاني عشان نكمل قصة ليلة الدخلة. بالنسبة للعريس الجديد هو بيظن زي ما قلنا ان هو هيعمل كل حاجة بقى ويكسر الدنيا. فانا عايز اقول له ان الجنس زيه زي اي حاجة لازم تتعلمها، بس للأسف اي حاجة تانية انت بتتعلمها في حد بيعلمك، انما الجنس تحديدا بتحتاج تعتمد فيه على نفسك وعلى شريكتك. فالمفروض ان انتوا بتتعلموا سوا، وهي بتكون الشخص اللي بيقول لك كده كويس او كده مش كويس. هي مش هتقول لك ده صح وده غلط لان هي ما تعرفش الصح والغلط، بس هي تعتبر هي اللي بتحس، هي الشريك اللي معاك، هي اللي بتقول لك ده كويس او ده مش كويس. فيا صديقي العريس انت محتاج تتعلم شويه شويه. ما تظنش ان انت لمجرد انك ذكر وعندك حاجه يبقى انت المفروض هتعمل حاجه. لا، الموضوع بيحتاج برضو تعليم. يعني لو على سبيل المثال لو انت عايز تسوق عربيه لازم تتعلم السواقه. ما ينفعش انك انت تسوق عربيه من غير ما تتعلم السواقه. لو ادوك عربيه وقالوا لك سوقها كده هتعمل مصايب الله اعلم بيها. تمام، لازم تتعلم الاول. انما هم جابوا لك واحده ست وقالوا لك دي مراتك ومارس حياتك. فاحنا مش عايزينك تعمل حوادث، وعايزينك تمشي كده صلنسي كده واحده واحده وعلى مهلك. وهي اللي قاعده جنبك في العربيه، الست مش هي العربيه، الست قاعده جنبك بتنبهك وانت تسوق على مهلك. ما تتوقعش انك تبقى سواق شاطر عشان انت مسكت الدركسيون، لا، الدنيا غير كده خالص. وزي ما قلت لك قبل كده لما اتفرجت على افلام اباحيه فانت بتشوف الراجل بيعمل الدنيا بسهوله كده، فاهم؟ طب ما هو حلو، طب ما انا اعمل زيه. هو يعني عنده ايه زياده؟ 3 4 سم زياده ولا 5 6 سم مش مهم، نقدر نعوضهم بمجهودنا. فانا اعمل زيه واحسن منه. انا اقول لك على حاجه، انت لما بتركب ميكروباص مثلا جنب السواق، لما بتاخد الكرسيين لوحدك يا عم الغني ويا عم الراجل اللي مش عارف ايه، وخدت الكرسيين لوحدك وقاعد جنب السواق، لو تلاحظ السواق بياكل وهو بيسوق وبيلم الاجره وبيحاسب الناس وبيرجع اجره وبيشرب شاي وبيتكلم في التليفون، ده كله وهو بيسوق. فانت بيجي عندك انطباع كده ان السواقه دي تافهه قوي، يعني الراجل لا بيعرق ولا مخضوط، الراجل بس بص يعني، والعربيه ماشيه لوحدها اصلا. فانت بيجي عندك انطباع ان انا لو سوقت السواقه سهله وحلوه ايه، هتقولي العربيه، فهنجيب لك العربيه، هتعمل ايه؟ هتعمل مصايب. فانت برضو نفس الموضوع، اتوقع ان انت مش هتبقى سواق ماهر من اول مره تركب العربيه. فتهدى على نفسك وما تتعصبش وما تتوترش. وازيدك من الشعر بيتا ان انت ما بترضاش على نفسك وعن ادائك الجنسي، ده في حاله انك رضيت اصلا، الا بعد يمكن سنه سنتين ثلاثه، انك بتحس فعلا ان انت خلاص بقيت مسيطر على الوضع وبتعمل كل حاجه. ده بياخد له معاك فتره، بقول لك سنه سنتين ثلاثه. وزي ما بنشوف في ناس بعد 10 سنين ولسه ما بيعرفوش يعملوا حاجه. فانت محتاج تتواضع وتتعلم وتسال وتستشير وتشوف هنا وتشوف هنا وانت بتعمل الحاجه اسال شريكتك في كل خطوه. وانت يا ست الكل العروسه، انت دلوقتي شايفه العريس الراجل وماله هدومه، وهو اللي راح جاب مش عارف العربيات ايه، وجاب التلاجة طلعها مش عارف ايه لوحده، والراجل كده تعتمد عليه. فانت لما بتخش بقى في ليله الدخله بيكون عندك نفس الفكره ان ده راجل يعتمد عليه، هو راجل ويعتمد عليه. بس خلي بالك دي حاجه جديده بيعملها، فهو متوتر وعرقان ومش عارف يروح فين ومش عارف يحط ايه في ايه. فلازم انت تتجاوبي معاه. الكلمه اللي اصحابك قالوها لك، صحباتك قالوها لك، إيه هو عارف هيعمل ايه، انت سلمي له نفسك وهو عارف. هو بيكونوا اصحابه معلمينه واهله معلمينه، فما تخافيش سلمي له نفسك. لا، ما تسلميلوش نفسك مش معنى كده انك تقولي لا ولا حاجه، لا، اقصد شاركيه، مش تسلمي له نفسك وهو عارف يبيه. لا، هو لا عارف ولا متنيل، هو لسه اول مره وحالته ما يعلم بها الا ربنا. فانت لازم تساعديه. فكره ان هو راجل وماله هدومه حاجه، وان هو شاطر فعلا وان هو تعتمد عليه، بس الحاجه دي جديده كليا، جديده عليه، فمحتاج مساعدتك. وانا بقول لك كده ليه؟ علشان انت اما بتسيبي نفسك او بتتخشبي قوي الحالتين ما بيبقاش تمام. لما بتسيبي له نفسك بيبقى هو عايز يثبت ان هو صح وبيعمل حاجه صح، فممكن يعمل حاجه مش صح. ولما بتتخشبي هو بيحاول فبيبقى الموضوع هو من نفسه مش عارف يسيطر. فانت لما بتكونيش مرنه معاه بتصعبي عليه الامور اكتر. فعشان الدنيا تمشي مستريحه والدنيا تبقى لطيفه لازم تشاركيه. وبعدين لو شاركتيه النهارده في الليله دي هتشاركيه العمر كله. ولو سبتي له كل حاجه من النهارده هيفضل طول عمره يعتبرك ان انت مش شريكه في الحاجه، ان انت بس واحده بتسيب له نفسها. واحنا عايزين نغير الفكره دي عنده، وان انت شريكه في المساله دي، شريكه انك عايزه حقك، مش حقك، عايزه نصيبك من المتعه او ليك احتياجاتك
زي ما هو له احتياجاته. فانت بتأصلي للفكره دي من الليله دي، ما تسيبيلوش نفسك، شاركيه. يعني كمان انت ممكن تبادري كمان، يعني انت تبقي شريكه معاه، واعمل كده وخلي بالك، لا انت كده مش كويس، انت كده مش في المكان اللي مش كويس، فاهمه؟ مش عايزك تفكر كتير ان انت هتعمل حاجه في ليله الدخله. يعني انا بتخيل نفسي انا لو رجع بيا الزمن تاني، والله الواحد عمره ما يعمل حاجه في ليله الدخله. يعني يا ريت حد قال لي كده. يعني انت لما تبقى صاحي ما نمتش اخر ليله دي، ما نمتش كويس، وصحيت بدري وعندك مليون حاجه بتعملها، عايز تجيب البدله مش عارف منين، عايز العربيه اللي هتاخدك ومش عارف، والمطرب اللي هيجي يعني انا ما اعرفش اعدي لك الحاجات دي، بس انا واثق ان انت يومك كان يوم صعب جدا، والفرح استمر تقريبا للساعه 12 بالليل، وعبل ما دخلت وصورته تاني والكلام ده كله، يعني انت قفلت الباب عليك ممكن الساعه 1 بالليل. الساعه 1 بالليل بعد يوم طويل زي ده عايز تعمل حاجه يعني محتاجه تركيز ومحتاجه روقان ومحتاجه مود ومحتاجه، والست اللي معاك اصلا ما نامتش بقى لها 3 4 ليالي عشان خايفه برضو من الموقف ده، وبتعمل ميك اب ومصلوبه على الكرسي تقريبا 4 5 ساعات، وشايله الفستان ده وجسمها مشدود 4 5 ساعات. يعني الست دي تحت ضغط غير طبيعي، يعني انتوا الاتنين تحت ضغط مش منطقي خالص. فعلشان بعد يوم طويل زي ده تروح تعمل حاجه لأول مرة في حياتك وانت مضغوط بقالك 20 سنة مستني اللحظة دي، وعايز تستمتع بيها وعايز تعملها صح، ومعاك شريكة عايز تديها انطباع كويس عنك وعايز تحتويها، وهي كمان عايزة تديك انطباع كويس عنها وعايزة تبقى حلوة معاك ومرنة معاك، يعني كل واحد عنده خطط إيجابية للحظة دي. فأنت عايز تبقى أنت تحت الضغوط دي كلها وتخش في علاقة جنسية في الوضع ده، أرجوك أرجوك بلاش. هتقول لي في عيلتين دلوقتي مستنين ولا مش عارف، الكلام ده كلام فاضي، عفى عليه الزمن بقى. انت براحتك تعمل علاقه بكره، تعمل بعد، وتعمل الاسبوع الجاي، ما حدش له عندك حاجه. دي مراتك ومقفول عليكم الباب، ما حدش له عندك حاجه. وما حدش يجي بكره يحاسبك يقول لك عملت ايه وياخد البنت على جنب وعملت إيه. فاهم عروستك، ما حدش يتدخل، ما حدش يسال في الكلام ده خالص. دي اسراركم انتوا بس. لو انت راجل بجد ما تعملش حاجه الليله دي، وريح نفسك وسهروا سهره حلوه لو فاضل سهر. يعني انت متقفل عليكم الباب الساعه 1 بالليل، معلش عايز ايه تاني؟ عند الواحد بس ياخدها في حضنه وينام، ونبدا بكره بقى معلم اليوم من اوله. الحفله تبدا من الساعه 8 الصبح، وضرب النار يفضل شغال لغايه 7 ليالي في المدينه. طيب انا طولت عليك برضو ولسه ما دخلتش في المواضيع، انا عارف ان انت متحمس انك تسمع عن الاكشن، هاخدك واحده واحده. وخلينا نكمل الفيديو ده بحاجه بسيطه بس، موضوع غشاء البكاره. طبعا انت سمعت 50 فيديو وشفت 90 فيديو عن ان الغشاء البكاره في منه المطاطي وفي منه مش عارف السميك وفي منه الكلام ده كله، فانت مش مستنيني اقول لك الكلام ده كله. لو ما نزلش دم، انا عايز اقول لك على حاجه، لو ما نزلش دم ده مش علامه على اي حاجه، حط دي في مخك. الناس دي بوظت دماغك، والله الناس دي متخلفه، واقسم بالله ابوك وابويا وعمي وعمك، وانا لو كنت عمك من 10 سنين كنت ابقى متخلف برضو، وانا لو صاحبك ابقى متخلف. الدم ده مش علامه على اي حاجه. فلو ما نزلش دم، يعني حابب تسال، حابب بص، حابب مش تتخض بقى وانت عملت ايه والكلام والله العظيم ما علامه على اي حاجه. واقسم بالله انا اعرف واحد متجوز واحده متجوزه قبل كده، واقسم بالله العظيم بيقول لي ان هي كانت بكر، فوارد وارد. واعرف حد ان هو كان عامل علاقه مع واحده، واقسم بالله العظيم حصل، عامل علاقه مع واحده قبل الجواز، قبل هي ما تتجوز، واتجوزت واحد تاني والموضوع عدى ولا اي حاجه وكان في دم. فالدم مش علامه على اي حاجه. فلو ما ظهرش دم عادي، خد الموضوع ببساطه. وانت طبعا مش هينفع تسكت ومش هتقدر تسكت، وانا بقول لك اسكت بس مش هينفع. فانت خد الموضوع بود جدا، نسالها مثلا هو في ايه، حابب تسالها بس انت، لانك لو ما سالتش هتموت، لان احنا متربيين في المجتمع ده. بس هي الحقيقه المفروض انت ما تسالش ولا تتكلم، بس طبعا هتفضل شايل ده في قلبك. فانت برضو افتح معاه الموضوع كمعرفه، كفي ايه، مش كانك تحكم عليها ان هي كده ولا كده. حاجتين كمان عايز انبهك عليهم قبل ما نقفل الفيديو. ساعات بينزل دم بس انت ما بتشوفوش، يعني بيحتاج منديل ابيض، يكون موجود منديل ابيض، منديل اي منديل ورق، منديل قطن، اي منديل، وتمسح بيه الحاجات علشان تشوف اللون البامبا، او اللون اللي هو يعني دم بسيط مختلط بالسوائل وبالحاجات الموجوده، فبيبقى بالعافيه بتشوفه في البياض. يعني انت محتاج بياض عشان تشوفه. يعني انت مثلا لو ملايه السرير مثلا بامبا او كلام من ده مستحيل تشوفه، لو هي لابسه حاجه بامبا او الكلام ده كله مستحيل تشوفه. يعني نسبه الدم بتكون محدوده جدا لدرجه ان انت ممكن ما تشوفوش.
فمحتاج تمسح بحاجه بيضه. فهمت قد ايه الدم بيبقى بسيط جدا ساعات. الحاجه التانية اللي عايز اقول لك عليها، ما تنساش الجل. الجل ده بقى اهم، يعني انت ممكن تنسى تيجي بس الجل يجي قبلك. والعروسه الجل ده اهم حاجه في الموضوع. الجل ده تجيبيه جيبي 2 3 يعني عشان ما تنسيش، لازم يبقى موجود على الكومودينو. الجل ده اللي بنحطوه عشان نسهل العمليه. انا بقول لك كده، انا لسه هخش في العمليه بعدين، بس انا عشان ما انساش ربما انسى الفيديو الجاي، فانتوا كمان ما تنسوش الجل ده اهم من العريس. الكلام لسه كتير عن ليله الدخله، فسامحوني خلاص هما فاضل فيديوهين نلم فيهم الموضوع ان شاء الله وخلاص. استنونا الفيديو الجاي وربنا يسعدكم ويسعد ايامكم.